برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. ضيفة حلقة اليوم فنانة يونانية مصرية اختارت مصر وطن ليها، وطن عايشة فيه ووطن ساكنها وعايش جواها. لا هي زائرة ولا هي ضيفة ولا هي مغتربة ولا حاسة بالاغتراب، بالعكس هي مواطنة مصرية من الدرجة الأولى، عايشة على أرض مصر، ومن مصر انطلقت للعالم كله من خلال صوتها وأغانيها وفنها. حيوا معايا مشاهدينا بنت اليونان وبنت الاسكندريه، مارلينا فيليب اسكندر. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا. انت من الجيل الرابع من اليونانيين في مصر، صح كده؟ صح كده بالظبط. مولوده في مصر؟ مولوده في مصر في اسكندريه. في اسكندريه، واخترتي ان انت تعيشي في مصر. دي حقيقه بالظبط. طيب في قد ايه من نفس الجيل ده، الجيل الرابع، قد ايه يونانيين لسه موجودين في مصر؟ يعني احنا كلنا على بعض كده، ممكن نقول كده في حدود 200 كده، بس ممكن يبقى في ناس اكتر بس مش معروفين ده في اسكندريه قصدك ده في فقط؟ اسكندريه طبعا. بس في القاهره في اكتر كمان. المفروض يعني المفروض. طب ده من الجيل الرابع. طب ده الجيل الجيل الرابع. الامهات الاباء ربنا يخليهم، الجدات، وارد منهم تكون الناس لسه على قيد الحياه بطبيعه الحال، طبعا طبعا. وبالتالي العدد ممكن يكون اكبر من 200. انت قصدك 200 من الجيل الرابع؟ 200 من الجيل الرابع، يعني انا بتكلم على الناس اللي موجودين في الجمعيه اليونانيه اللي بنشوفهم يعني بصفه مستمره. طيب قد ايه من وجهه نظرك وجود اليونانيين والطلاينه والارمن، الجاليه الارمينيه طبعا كبيره، سواء برضو في القاهره او الاسكندريه او في كل محافظات مصر، وجود الاجانب قد ايه مهم على ارض مصر، وخصوصا يعني اهل البحر المتوسط، اهل اليونان وايطاليا والارمن وقبرص والى اخره، لان في بعد متوسطي لمصر، والاسكندريه على وجه التحديد هي طبعا عروس البحر المتوسط. قد ايه انت حاسه ان وجود الاجانب على ارض مصر مهم، نقدر نقول عليه بندول التوازن، بيعمل موازنه ما بين يعني اللحمه السكانيه او الوطنيه؟ طبعا يعني وجود ثقافات كتيره، وجود لغات كتيره، يعني بتبين يعني ان لسه اسكندريه فيها حته الكوزموبوليتانيه والاختلاط كده، يعني حته الميكس دي، ان ما تبقاش يعني حاجه واحده بس، لا يبقى في تغيير كده. طبعا دي حاجه كويسه جدا، وبعد كده اختلاط الثقافات مع بعض، كلنا بنتعلم من بعض، تبقى حاجه جميله طبعا. ومثلا يعني في حالتي انا مثلا بحب ان انا ادرس وان انا اعلم لغات، فدي اكيد حاجه بتبقى وموسيقى طبعا. وموسيقى طبعا. بتبقى حاجه زياده ان انا لا اوصل الاغنيه اليونانيه، اكيد ان حد مثلا يوصل اغنيه ايطاليه للشعب وللاطفال وللكبار، دي تبقى حاجه يعني enriching، مثمره للجميع. وبتدي ثراء وتعدديه زي ما انت قلتي، يعني لما بالظبط. يكون في اعراق متعدده وثقافات متعدده ده في ثراء، يعني التعدديه بتوجد ثراء. طب انت حاسه لسه ان البعد المتوسطي او الكوزموبوليتان موجود في اسكندريه رغم المد السلفي اللي طغى على المدينه للاسف في السنوات اللي فاتت؟ يعني اتمنى ان احنا يعني وجودنا يكون عامل فرق كافي. انت حاسه بايه؟ يعني انا حاسه ان انا لسه يعني لسه في بلدي الكوزموبوليتانيه، لان لما بروح مثلا النادي اليوناني، لما بشوف الناس يعني طول الوقت حوالين ناس فرنسويين وناس انجليز وناس مصريين ويونانيين، ف يعني مش حاسه بالاتجاه بغربه السلفي او خالص، لا لا خالص تماما. بس حاسه ان وجودكم مهم لمواجهه ده عشان نعمل توازن ما طبعا بين ده وما طبعا بين ده. طبعا 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 ممتاز طبعا. ممتاز. واتمنى زي ما بقول، وده كان يعني سبب رئيسي ليه انا اخترت الموسيقى ان انا اكمل فيها، والتدريس ان انا اكمل فيه، لان دي يعني آه، زي باشن كده، زي اقولها ازاي، عشق. عشق بالظبط. طيب قد ايه حاسه انه الفن علاج؟ الفن بيغير، الفن بيعمل حراك، الفن بيواجه التعصب، الأصولية، أي مد سلفي نقدر نواجهه من خلال الفنون والثقافة والمزيكا والغنى، وإن احنا نحتفل بالحياة ونسعد بيها، بدل ما هم اللي يكونوا مسيطرين على عقول الشباب ويعملوا لهم غسيل مخ ويخليهم عندهم تعصب تجاه الآخر أو تجاه المختلف عنهم.
يعني قد ايه الموسيقى لغه عالميه بتجمع الكل، وقد ايه بتستطيع ان هي تواجه الافكار المتطرفه. طبعا طبعا، يعني فكرة الراحة النفسية، عارفة لما تسمعي أغنية كده وتحسي براحة، يعني أقل حاجة أم كلثوم قد إيه الناس مثلا كانت بتبقى انتراكتيف معاها، تسمعي صوتهم ويقولوا بتتفاعل. الله وحلو. الإحساس بتاعت الراحة النفسية إن هو الواحد يفصل، مش إحنا بناخد أجازة وبناخد، ولما حد يصلي أو محتاجين راحة، محتاجين لقطة كده إن إحنا نريح فيها، بلس ان نعرف نتخيل الشعوب التانية. يعني كانوا بيسألوني ليه مهم ان احنا نعرف الاغاني القديمة، عشان نعرف نتخيل صورة الحياة زمان. الواحد لما يعرف تاريخه وتاريخ الاخرين يعرف يفهم المستقبل كمان، فيها حاجة نوع من بعد النظر. صح. فطبعا دي حاجة مهمة جدا. وانا يعني سمعت او حسيت وشفت لك لقاءات قبل كده ان انت مغرمه فعلا بالموسيقى المصريه القديمه، بتحبي فريد الاطرش، دي بتحبي ام حقيقة. كلثوم. طب ده ازاي يعني؟ هل في البيت اتربيتي على ده؟ ماما وبابا كانوا مثلا بيسمعوا ام كلثوم والى اخره؟ انا ماما كانت بتسمع عبد الحليم جدا، كان عندنا كل الشرايط بتاعت عبد الحليم. وبعد كده حماية بقى هو اللي خلاني ان انا ابتدي اتطرق بقى في عبد الوهاب واسمهان وام كلثوم، وان انا اسمع كل الناس اللي عملوا اغاني المفروض ما تموتش ابدا وتفضل دايما تحيا مهما عدى حبيتيها؟ الزمن. طبعا طبعا، ما هي دي الفكره، حته الراحه. الواحد لما يغني او الواحد لما يسمع اغنيه، قد ايه بيعرف ان هو يفصل تماما ويعبر عن نفسه ويعبر عن غيره. والانسان اكنه طلع في كون مختلف كده، راح في زمن اخر، رجع لورا او طالع لقدام، او حتى من غير ما نفكر في الزمن يعني. بس كيونانيه الاصل استوعبتي ده وحبيتيه؟ لان ممكن ناس تقول لك لا ده غريب عني. انت ما حسيتيش ان هو غريب عنك الموسيقى الشرقيه والاغاني العربيه والى اخره؟ لا طبعا، وده انا لازم اقول ان اللي ربى فيا كده كان مدرس الموسيقى في المدرسه. كنت في مدرسه الماني، كنا بنغني، يعني كنا مثلا بنسافر كل سنه، كنا بنسافر المانيا، كنا بنغني كل حاجه. ولما كنا بنبقى هنا كنا بنغني تركي، كنا بنغني يوناني، كنا بنغني الماني، انجلش، اوبرا، جديد قديم، كل حاجه. لدرجه يعني ان احنا مثلا كنا بنغني في الكنيسه، مثلا كنا بنغني اسماء الله الحسنى. يعني لا، كنا لازم نجمع كل الاذواق، علشان زي ما بيقولوا لولا تنوع الاذواق لبارت السلع. انت بتغني بكل اللغات؟ بتغني الماني، فرنساوي، انجلش، يوناني، عربي؟ صحيح. واو. طب اذا دور المدرسه مهم، انت شايفه ان دور المدرسه مهم في ده؟ حصه الموسيقى مهمه؟ جدا. المدرس المعلم دوره مهم جدا في حياتنا. يعني انت مدينه لغايه دلوقتي للمدرس بتاعك، وحتى مشيتي على طريقه او نهجه، بقيتي كمان بتدرسي لغات وبتدرسي موسيقى. كمان مارلان عندها حاجه لطيفه جدا، بتدرس اللغه الالمانيه للاطفال عن طريق الاغاني. فدي طريقه جديده في التعليم، لطيفه جدا، طبعا ان هو طبعا يتعلم لغه من خلال اغنيه. طبعا. يعني مثلا لو فكرتي فيها، بيبقى مثلا في منهج معين، وبعد كده بعد نهاية المنهج بيبقى في ايام معينة الواحد بيروح فيها المدرسة وما بيتعلمش اي حاجة. هنا بقى لو حطيتي الاغنية للطفل،
قد ايه بتربط معاه اللحن بيعمل حاجه بيتربط في ذكرى الطفل اكتر من اي شيء. صح. فاللغه تتربط باللحن. هي حاجه علميه اكتشفت، وحبيت ان انا اجربها ومشيت كويس جدا وعملنا. ونجحت، حاسه ان هي نجحت طبعاً، والاطفال طبعاً. حابينها واستوعبوها اكتر. طبعا يعني النهارده مثلا غنينا اغنيه كان بقالنا 4 شهور ما غنيناهاش، كانوا فاكرينها كلها وفاكرين كل الكلام. طيب انا عايزه اتكلم بقى عن تجربه مهمه جدا حصلت في حياتك وليكي، والحقيقه مهمه كمان لينا. يعني مارلان اتعمل عنها فيلم تسجيلي اسمه وطن باختياري، عملته المخرجه السينمائيه الرائعه حنان راضي، عن حياه مارلان كيونانيه عايشه في مصر، اختارت مصر ان هي تكون وطن ليها. الفيلم كمان عنوانه وطن باختياري، لان مصر كان وطن اختارته مارلان. كلميني بقى عن الفيلم ده، ان يتعمل عنك فيلم تسجيلي، دي حاجه لطيفه قوي. دي حقيقة. واسم الفيلم زي ما انا قلت انه فعلا انت اخترتي مصر عشان تكون وطن ليكي. كان ممكن بمنتهى السهوله ان انت ترجعي اليونان، بس انت طبعا بتروحي اليونان وبتغني في اليونان وعندك حفلات هناك، انا عارفه ده، بس اخترتي ان انت تعيشي في مصر وفي دي اسكندريه. حقيقة. أنا رحت ودخلت الجامعة وبعد كده رجعت تاني. الفيلم كان جميل جدا جدا. يعني أنا ما كنتش متخيلة خالص إن هو هيبقى بالرقي وعارفة لما تشوفي فيلم كده وتبقي بتقشعري كل 3 دقايق بتشوفي كده اللقطة والمزيكا الميوزك التصويرية كانت هايلة هايلة، كل حاجة بصراحة كانت حلوة جدا. وبالمناسبة مش عايزة أقطع كلامك، الفيلم ده إنتاج الهيئة الوطنية للإعلام، يعني إنتاج الهيئة بتاعتنا التلفزيون المصري هو اللي أنتج الفيلم ده لمارلان. وكان في كمان اهتمام كبير من الدولة الحقيقة فكرة العودة للجذور، وإن إحنا يعني حتى يونانيين كتير وطلاينة وقبارصة جم مصر عشان يسترجعوا ذكرياتهم وحالة النوستالجيا يعني الخاصة بيهم، إن هم رجعوا مرة تانية لمصر، زاروا مصر وعادوا لجذورهم بعد ما تركها البعض والبعض ما تركهاش زي مارلان واختارتها وطن ليها. فالهيئة الوطنية للإعلام إن هي تنتج فيلم زي ده وحنان راضي تتحمس له. يعني الفيلم اتعمل ازاي؟ عرفتي حنان منين مثلا والفكرة جت ازاي؟ لا انا لقيت حد يعني في الجاليه بيقول لي مش عايز تعملي فيلم معانا، وقلت طبعا اكيد فكره جميله. وتعرفت على حنان وصورنا، كانوا يومين جمال جدا. والفيلم كان عباره عن تصوير ليوم طبيعي ليا انا وابني من اوله لغايه اخره. وطبعا صورنا جوه البحر، ودي كانت يعني اكسبيرينس جميله جدا جدا جدا، وغنيت جوه البحر. بس وفكره ان الفيلم بين وجهات نظر احنا كلنا جيل رابع، بس كل واحد له سبب معين مختلف عن الاخر ليه احنا اخترنا ان احنا نفضل هنا. فده كانت احلى وفي حاجه. ناس طبعا غيرك اختارت نفس الاختيار طبعا اللي طبعا هم كل اللي عايشين على ارض مصر واندمجوا اظن في المجتمع، ما فيش اي احساس بالغربه او لا لا الاغتراب. خالص. ومش بس كده، هم كمان وقفوا مع مصر الحقيقه، الارمن المصريين واليونانيين المصريين وكل الاجانب اللي هم مصريين من الدرجه الاولى، مواطنين مصريين معاهم جواز سفر مصري، وقفوا مع مصر في ثوره 30 يونيو الحقيقه ضد حكم الجماعه المجرمه. يعني كانوا اكثر وطنيه من جماعه الاخوان المسلمين. فشكرا للارمن وشكرا لليونانيين وكل الاجانب المصريين اللي وقفوا مع مصر ضد الإرهاب.
مشوارك بقى مع الغنى، اللي هو زي ما قلنا علاج، واللي هو تعليم، واللي هو مواجهة للتعصب والتطرف وضد الإرهاب، مشوارك مع الغنى ابتدى مع المدرسة مش كده؟ صحيح. بس بشكل احترافي بقى ابتدى امتى؟ هو انا لازم اقول بشكل احترافي ابتدى مع المدرسه، علشان كان في بروجرام، كان في برنامج سنوي عندنا بنسافر بيه انت كنتي في الكورال طبعا، كورال كنت في المدرسة. كورال، بس احنا كان عندنا حاجه تانية غير الكورال، كان عندنا مسابقه عالميه بيبقى فيها كل المدارس الالماني، بلس مع غير المسابقه وغير السفر. تركيا، سافرنا تركيا والمانيا 11 مره، 7 مرات قصدي، واليونان وغنيتي في وايطاليا. ايطاليا، في ميلانو وفي بالظبط. روما، وغنيتي كمان اظن في سالزبورغ في النمسا. بالظبط. مطربة عالمية، احنا معانا مطربة عالمية النهارده، مصرية يونانية عالمية. ميرسي جدا. وبعد كده لما يعني بيبقى في سن معين، خلاص بقى المسابقات دي بتخلص، وبيبقى يعني كنت اتعرفت بقى على كل السفراء، واتعرفت على الناس كتيره جدا اللي انا ممكن اغني فيها في اسكندريه، واحيانا كمان في القاهره يعني مكمله طريقي بس لوحدي بقى. دلوقتي معايا البيانيست اللي انا دايما بلعب معاه، ومعايا بيانيست تاني. يعني كونتي فرقة مستقلة مثلا بيكي؟ كونت فرقه مستقله، وكونت لنفسي يعني ان انا اقدر كمان ان انا اغني لوحدي مع بيانيست يبقى اكابيلا، يعني بطبع الاكابيلا. Cercanas esmigras, místicas, Darik solo ya, mi rollo ya, minkas, sepolis mordinas, eróticas, Danap sofota, kiopos prota, ach nates, Verinta trifera, verinta trifera, verinta متخلفة قلبي، verinta trifera، verinta trifera، verinta سكن قلبي، حالي محيرني. أظن بتغني طبعا مع السفارة اليونانية، يعني هي أحيت أكثر من احتفالية لها علاقة بالسفارة اليونانية في مصر والمركز الثقافي اليوناني والجمعية اليونانية. أظن نشاطك كمان يعني الاحتفالات اللي بتغني فيها ليها علاقة باليونان على أرض مصر كثيرة. اخر حفلتين كان ليها علاقه بالسفاره اليونانيه، واللي قبلهم كان ليهم علاقه بالسفاره الفرنسويه والمدرسه بنفس الوقت، وبالظبط. غنيتي أكثر من 100 حفلة على أرض مصر، عملتي 100 حفلة صح. لغاية دلوقتي صح؟ يعني في حدود 180 كده. واو أكتر، أنا سمعت إنهم 100 بس. لا. طيب في المتحف المصري، أنا سمعت إن أنت كمان غنيتي في المتحف المصري مش كده؟ ده كان زمان جدا انا فاكره يعني، بس وانا صغيره يعني كان عندي 19 سنه. دي حقيقه. وكانت حفله جميله جدا، وهي دي بقى ده كان البروجرام اللي انا بقولك عليه، اللي كان فيه كل انواع اللغات. يعني ما كانش بيبقى يعني انا دلوقتي لما كبرت دايما بيبقى فيه مثلا طابع معين، هو طابع مثلا الانجليش او طابع الفرنش، بتبقى الحفله بيبقى ليها طابع معين. انما زمان كنا بنغني كل حاجه، كل اللغات، وكل الناس كانت بتبقى مبسوطه جدا. داليدا طبعا كنا بننتهي بيها دايما. طبعا. بس كنا بنغني اوبرا، والناس كانت بتتفاعل معانا في الاوبرا، ولغايه دلوقتي الحمد لله في المكتبه. انت غنيتي طبعا في اوبرا القاهره، مارلين غنت في اوبرا القاهره وفي اوبرا الاسكندريه، وبتغني غنى اوبرالي كمان. بالظبط. ومكتبه اسكندريه طبعا اسكندريه طبعا يعني ليهم فضل عليا جامد جدا، لان هناك كان بجانب المدرسه طبعا مكتبه اسكندريه كنا بنغني فيها، ولسه لغايه دلوقتي يعني بغني يعني سنويا تقريبا. طب نسمع حاجه لداليدا بقى. طبعا. كلمه حلوه وكلمتين احسن ناس، بصي اللي انت عايزه. كلمه حلوه كلمتين، خلاص يلا بينا. طب المايك سوري. طلع. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي،
أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. بشكرك واهلا بيكي في تلفزيون بلدك ميرسي التلفزيون جداً. المصري، وبشكركم مشاهدينا، وخليكم دايما معانا على شاشة الفضائية المصرية في ثقافة وإبداع.